time for mixing vocal. تعالوا نعمل ريفريش كده ونسمع جزء تاني عشان بعدها نعمل سولو ونخش بقى في كل التفاصيل اللي اتعملت في ميكس الفوكال دوت. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. فلما تيجي سيرت انتبهي على مين الكلام بيدور. مش بغلط او بعاير دي بس نبذة عن الاصول. ما بيتراهنش عليا انا بمليون طريقة من زمان. كده احنا عملنا ريفريش سمعناه تاني. كل تراك من دول هتلاقي محطوط عليه الداين اسيست، وانا عشان السيشن خفيف ما عملتش ليه كومنت، فالداين اسيست رافع شويه زي ما انتم شايفين الحاجات اللي هي موجوده تحت وهكذا، ظبط معانا السينات، يعني مساهم كتير في الميكس اللي حصل على التراكات ذات نفسها. طيب التراكات رايحه على تراك اسمه ليد باس دوت، عليه سام كوريكشن وشويه كالوريشن، وكل تراك من دول معمول عليه بروسيس اللي اتعمل هنا اتاخد كابي هنا واتاخد كابي هنا. فتعالوا الاول نيجي هنا ونقوم قافلين كل الحاجات عشان يرجع الفوكال بتاعنا يكون دراي، وتعالوا نخش هنا ونشوف كل الحاجات اللي اتعملت دي ستيب باي ستيب بدأت منين ووصلتنا لفين. ممكن نعمل لوب على الجملة دي كده، نسمع سولو. اول حاجة عندنا عشان انا بعد كده حاطط اكزايتر ومزود بيها الهاي اند، اشتغلت بالديسر ان هو يلم لي اي سينات. اخترت 4327 ونزلت لغايه لما ودني بقت مرتاحه، ما ببصش على الارقام. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. ممكن دوت شويه يبان ان هو اتهذا لث او الديسر كتير سنه، بس انتوا ما سمعتوش ده مع النهائي لان ده تحضير للخطوات اللي جايه. بعد كده عندنا لايت كومبريشن، خفيف جدا عشان الداين اسيست مساهم معانا كتير في ان هو يلم لنا البيكس بتاعتنا. شوف كده هو بيشتغل قد ايه، ودي السيتنج بتاعتنا. الاتاك مفتوح مش بيقرص على اي ترانزيانت، وريليز بيزد اون تيمبو، والريشيو خفيف خالص 1.5. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. خفيف قوي عشان بس في بعض البيكس الحاجات اللي هي بتظهر فوق كده دي يبقى ايه هو بيلمها كمان تاني معانا، مفيش اي باد سايد سمعناه ليه. بعد كده بيجي البيزك تون كيو، ان احنا بنشيل بيه بقى كل الحاجات اللي احنا مش عاوزينها، لان صوت احمد الروز زي ما انتم سمعتوا هو ديب قوي، ففي لو وفي لو ميد كتير، فكنا لازم نخفضها. حتى لو التخفيض دوت بان شويه اجريسيف، بس المهم عندنا النتيجه اللي بعد كده لما ضفنا الحاجات التانية وصلنا للشكل النهائي عامل ازاي. فلتر لغايه 100 في اللو، اس اس ال تريك عند 150 مقللين 8 دي بي، وعند 300 مقللين 1 دي بي، وعند 3000 مقللين 2 دي بي. وعدينا على التريب ماشين بتاعت سوفت تيوب، اخترنا منها ايه وسبناها على 5 كده. يبقى من غير هتلاقوا كلمة باي باس هنا كده، يبقى معانا. هنبدأ أول مرة من غير والمرة التانية نفتحه. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. ده حللنا كتير قوي من المشكلة بتاعتنا، فاحنا كده بدأنا نخلي الفوكال في الشيب اللي هو أقرب للطول اللي احنا عاوزينه، أو نقدر نقول حلينا مشكلة البروكسيميتي افكت بشكل كبير. مش هقرص أكتر من كده عشان الصوت بدأ يبقى artificial لو نقصت اللومد أكتر من كده. طيب بعد كده عندنا الديسر بس شغال بارلل وشغال على الهاي فريكوينسي اونلي، بيديتكت الهاي فريكوينسي اونلي. تعالوا نشوف هو بيشتغل قد ايه ونسمع التأثير بتاعه على السين والشين والحروف المشابهة. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. ركزوا في حرف الشين والف كانوا عاملين ازاي وعاملين ازاي بعد الديسر دوت. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور.
عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. بعد كده بقى بنروح على الباص بقى عليه بروسيس. البروسيس اللي فوق دي اقدر لكم ان انا ممكن اعملها عادي وانا عامل سولو، لانها حاجات كلها فيكسنج اكتر منها ان هي تبقى ميكسنج او تعمل الفوكال بلند مع الباقي. لكن كل الحاجات اللي معموله هنا كلها كانت معموله واحنا سامعين الفوكال مع بقيه المزيكا عندنا، بس احنا هنسمعها في السولو للغرض بتاع الشرح. اول حاجه عندنا طيب ايه، استخدمنا الفوكال تريك ان احنا فاتحين الهاي ميد وفاتحين الهاي واستخدمنا منه 10%. وايه كمان عاملين لا الاوفر سامبل كان مقفول ما شغلناهوش. هنسمع بيه من غير، هتلاقوا بقى فيه كريسب واكزايت اتضافت على الفوكال عندنا. اول مره هنبدا من غيره والمره التانيه هنفتحه. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. بعد كده بقى بيجي الاكيو اللي معمول له اوتوماتيك جين كومبنسيت عشان ما حدش يتخض. شيلنا بيه كل الحاجات اللي بتمنع ان الصوت تعمل له بلند مع الميوزك. تعال نسمع بيه من غير. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. تعال نسمع مع الميوزك عشان تحسوا التأثير بتاع الاكيو دوت بيعمل بلند، يعني بيخلي الفوكال يبقى متماسك مع المزيكا اكتر بشكل عامل ازاي. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. بعد كده في حاجات بتيجي تكمل الصورة، لأن لو وقفنا لغاية هنا هيبان إن الإكيو دوت أجريسيف. تعالوا نكمل بقية الحاجات اللي بتظبط عندنا الصورة. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. أي بس فريكوينسي هتبدأ تزيد عندنا فبيجي ده يسيطر عليه. بعد كده عندنا ساتوريشن، عشان يعني التريك دي موجودة من الانالوج مايند سيت انهم كانوا بيزودوا الهاي اند، في الهاي اند تروح للتيب فتنعمها. فده نفس اللي حصل هنا، ان احنا زودنا الهاي اند بالتايب ايه الاكزايتر، وبعد كده جينا بالساتوريشن ده لميناها تاني. فهنسمع قبل وبعد. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. ده هنا الميرور اكيو، لما ظبطنا الهاي اند بتاعتنا رجعت اللو تبقى موجوده بس من غير البومنس اللي كان موجود فيها او من غير البروكسيمتي افكت، نتيجه ان الطبقه هنا قليله وان احنا كنا مقربين من المايك عشان نلقط الجين بشكل هيلثي. اسمعوا تاني، ما تركزش على اللي حصل في الهاي، ركز اكتر على اللي حصل في المنطقه بتاعت اللو واللو ميد. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. بعد كده بيجي سوس، علشان كان في بعض الفريكوينسيز شايف ان هي محتاجه تتضغط. هنا هنسمع دلتا عشان نشوف هو بيأثر على ايه، وبعدها هنسمع بيه من غير ان سولو، وبعدها هنسمعه مع الميوزك. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت. فور ريفرش، تعالوا نسمع حاجة كده لما بقية الآلات اشتغلت أكتر عندنا، ونقفل نفتح اللي على الباص ده كله. ما بيتراهنش عليا انا بمليون طريقة من زمان. هديت عندك شوية لكن ما جيتش اوزع الامان. ما بيتراهنش عليا انا بمليون طريقة من زمان. هديت عندك شوية لكن ما جيتش اوزع الامان.
شلنا كل الوفي والكلاودنس والبروكسيمتي افكت الزياده. عندنا الريفيرب كنا شرحناه قبل كده، الديلي شرحناه قبل كده، بس اتضاف سايد تشين ديلي. السايد تشين ديلي دوت نبص على التشين بتاعته، نعمل شو ديستنيشن. عندنا كونسول 1 اول حاجه عشان الفلتريشن وعدناه على نيف. بعد كده عندنا الديلي ذات نفسه من ايكو بوي. ساعات الاغاني اللي هي بيبقى الغنى فيها لما تجرب تحط الحاجات اون ريثم قوي وتلاقيها مش مظبوطه، في تريك بتتعمل ان انت بدل لما تطلع ريفيرب على الناحيه اليمين والناحيه الشمال فتيجي ناحيه مظبوطه والناحيه التانيه تحس ان هي فيها كلام او مش مظبوطه قوي، لا انك تخلي الديلي دوت يبقى مونو، يبقى في السنتر. فلما بتخلي الديلي يبقى في السنتر بيدي لك صوت احسن. هنا جربت ما بين الحاجتين ماشي، لقيت ان النتيجه ان احنا نعمله بين الناحيه اليمين والشمال احسن، بس جيت في حته قفلته لان المزيكا كانت سكتت وبان ان في ناحيه مش مظبوطه زي التانية. بس تعالوا الاول نشوف دلوقتي السايد تشين ديلي هيضيف ايه عندنا للمعادله بتاعتنا في الميكسينج. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور، حلمت توصلي 100 مرة وعشت تبني في الجسور، فلما تيجي سيرت انتبهي على مين الكلام بيدور. بصوا النهايه عندنا كده زي ما بنقول نهايه مصمتة، يعني بيحصل سكوت، والفايب بتاعت التراك مش عاوزة كده. اسمعوا من غير السايد شين وبعدها نفتح سايد شين تاني. فلما تيجي سيرت انتبهي على مين الكلام بيدور، فلما تيجي سيرت انتبهي على مين الكلام بيدور. مش بغلط او بعاير، دي بس نبذة عن الاصول. وجينا فضلنا مكملين، بدأنا بقى المرحلة بتاعت الاوتوميشن. لو جيتوا شفتوا ان هنا هو السايد شين ديلي اتقفل من الجملة دي. تعالوا نشوف تاني، برضو في جملة تانية اتقفل فيها لانه ما كانش بيديني الريزم اللي انا عايزه، وفي الحتة دي كان باين اكتر. قالوا في الحقيقة يكون خسران، واخبارك ايه؟ لان كمان حصل سكوت في المزيكا، فلما هو كان مكمل ما كانش صوته الطف حاجه عندنا. تعالوا نشوف ريفيرب عملنا عليه برضو اوتوميشن، ان جه في الحته بتاعت اخبارك ايه زاد 1 دي بي عن قبل كده، وجه في النهايه زاد بشكل تصاعدي. تعالوا نسمع الحته دي ان سولو. وكفايه تحسبي الايام، حلتها لك وقلت غيب. شويه الحته دي احنا بنلعب على حاجه اسمها ليريكال ميكس، ان احنا بنقول بقى غيب، فالمفروض ان هو مشي. فنفس الموضوع ده اتعمل هنا واتعمل هنا. ساعات بناخد اللي حصل في الريفيرب ده كابي على الديلي، بس هو على الديلي ما كانش صوته احسن حاجه. بس ده اللي حصل في ميكس التراك دوت. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه من الرحله ديت، واي حد عنده اي سؤال يتفضل يسيبه في الكومنتات. سلام.